ازيكم يا مرات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هيكون فيديو سريع كده. البنوته قمر بعتت لي سالتني عن الكومباكت باودر وعن اللوز باودر، وانا حبيت اطلع دلوقتي اقول لها الفرق بينهم واوريها شكل كل حاجه فيه. تمام، فدي تبقى حاجه سريعه كده. هي بعتت لي السؤال ده على القناه بتاعتي على اليوتيوب، تقدروا انتوا كمان تبعتوا هنا على فيسبوك او على الانستجرام او على التيك توك او على القناه على اليوتيوب، هرد عليكم على اي حاجه فيهم. فابعتوا لي اللي انتوا عايزينه وانا اشرح لكم واطلع لكم اقول لكم الفرق بين كل حاجه او ارد على السؤال بتاعكم. البنوته مبدئيا سالتني، قالت كده، قالت ان عايزه تعرف الفرق بين الكومباكت باودر واللوز باودر، وعايزه تعرف انواعهم او حاجه زي كده. فانا دلوقتي هفهمكم بس ايه الكومباكت باودر وايه اللوز باودر وايه الفرق بينهم وايه الاستخدامات بتاعتهم، وهل في منهم الوان ولا لا، او في تغطيه ولا لا. فبرضه انا هقول الحاجات دي كلها. تابعوا معايا لاخر الفيديو وان شاء الله يفيدكم جدا. اللوز باودر بتكون حاجه كده، بتكون باودر سايله. الاول هي سايله، في منها شفاف وفي منها بيكون بدرجات الوان معينه على حسب الفاونديشن. طبعا هشرح لكم ده دلوقتي، بس الفكره ان هي مبدئيا بتكون بودره سايله كده، شايفين؟ مش مضغوطه، يعني هي بتبقى بس كده. في منها الوان طبعا. قبل ما اكمل، يعني هو اللوز باودر بيكون في منها درجات كتير وفي منها شفاف. الدرجات بتاعتها بتكون زي مثلا زي درجات الفاونديشن كده، يعني كل بشره ليها التون بتاعها. ايوه، ليها التون بتاعها، ليها اللون اللي يناسبها في اللوز باودر وفي الكومباكت باودر برضه. هوريكم بس كده مبدئيا. يعني مثلا انا معايا هنا كده دلوقتي 4 درجات من اللوز باودر. دي درجه، يا رب تكون باينه. بصوا، دي درجه، ودي درجه ثانيه، ودي درجه مختلفه، بس الدرجه دي فيها لمعه شويه، يعني شويه عامله زي الهايلايتر كده. ودي درجه غيرها، اغمق شويه من الدرجات دي. تمام. انا وريتكم اكتر من درجه عشان اعرفكم ان اللوز باودر مش كلها درجه واحده زي ما البعض فاهم او مفكر ان هي حاجه واحده بس. لا، هي فيها الوان كتير، وفي طبعا درجات لسه كمان غير دي مش متاح معايا ان انا اطلعها لكم دلوقتي، على حسب الفاونديشن وعلى حسب درجات البشره. اما الكومباكت باودر بتكون كده، بتكون باودر مضغوط. شايفين؟ بتكون باودر مضغوطه كده، يعني مش سايبه. هي ماسكه نفسها كده. شايفين؟ حتى لو حركتها مش بتقع معايا، يعني مش سايبه. ده الكومباكت. يبقى الكومباكت باودر مضغوط كده، يعني لو قلبت العبوه كده من العلبه كده بصوا مش هتنزل. دي مضغوطه. في منها بقى بيكون في منها برضه درجات على حسب التون بتاعنا، على حسب كل بشره. تمام. مش معنى كده يعني ان لما اجي استخدم هجيب جميع درجات. لا، هجيب درجه. في درجات بالنسبه لنا احنا كشغل بتمشي معانا البشرات كتير، وفي درجات ثانيه لو انا هستخدم استخدام شخصي فطبيعي هجيب درجه تناسبني انا، ما ينفعش اجيب درجه مختلفه مثلا. تمام. ده بالنسبه للكومباكت. كده عرفنا الفرق بين الكومباكت واللوز. الكومباكت زي ما اتفقنا بتكون حاجه مضغوطه، اما اللوز بتكون حاجه سايبه. تمام. وفي منهم درجات، دي في منها درجات ودي في منها درجات. طيب نقول بقى الفرق بينهم. اللوز باودر بتكون باودر سايبه خفيفه، يعني بنستخدمها في تثبيت الفاونديشن. مثلا لو انا شغاله فاونديشن فبثبت اكتر باللوز باودر لانها بتكون خفيفه على البشره. في منها بيكون في تغطيه وفي منها بيكون شفاف ملوش اي تغطيه. طيب تستخدمي بقى الشفاف او اللي ليه تغطيه، ده على حسب حاله البشره قدامك، او على حسب انت عايزه تدي تغطيه عاليه او كفر عالي ولا لا. ده حاجه بترجع لك انت، وعلى حسب برده زي ما اتفقنا حاله البشره قدامك، على حسب برده الفاونديشن اللي انت استخدمتيه كان تقيل ولا خفيف، لان برده بيفرق معانا الحاجات دي. اما الكومباكت دي بنستخدمها، يعني بالنسبه لي انا كشغل مثلا بستخدمها في الحالات اللي هي انا يعني خلصت التاسيس بتاعي كله وحبيت انور البشره، فاديت لها فلتر بده بالكومباكت. يعني بفنش، بنظف الميك اب زي ما بيقولوا كده، بنظف الميك اب بالكومباكت. طيب هتقولي لي ينفع نثبت بيها البشره او نثبت بيها الفاونديشن؟ اقول لك ممكن نثبت بيها، بس ليها تكنيك مختلف. يعني ما ينفعش مثلا بص، يعني مثلا ما ينفعش اخد كده واثبت على طول كده، لان انا اخدت كميه كتير. التكنيك ده بيكون لنظافه الميك اب. تمام. يعني مثلا دلوقتي لما اجي اوريكم دلوقتي على ايدي، شايفين؟ هي ادت لون. مبدئيا هي بتدي تغطيه عاليه، ثانيا هي كده تبقى تقيله. فلما اجي احط تغطيه قويه زي دي او كفر عالي زي ده على فاونديشن برده الكفر بتاعه عالي، فكده هبقى انا اديت يعني تقلت قوي على البشره، فما بفضلش قوي التكنيك ده. طيب لو انا عايزه اثبت بيها ممكن اعمل ايه؟ هوريكم بقى طريقه. هجيب البراش بتاعتي مع الكومباكت واعمل كده. تمام. بالبراش واجي كده على البشره طبطب. لو ملاحظين ان هنا انعم واخف، لكن هنا تقيله. يا رب يكون باين معايا. شايفين؟ هنا انا كده ثبته بطريقه ناعمه وبسيطه، اما هنا هي تقيله. فلو هثبت بيها بقى هاخد التكنيك ده، هثبت بالبراش بتاعتي بطريقه كده خفيفه، بطبطبه خفيفه. يعني التكنيك بتاعها هيكون مختلف. اما لو هنضف الميك اب يبقى خلاص زي ما اتفقنا، هاخد الاسبونج بتاعتي وهنضف عادي. يعني هظبط الميك اب بتاعي زي ما انا عايزه، مفيش مشكله. اللوز باودر بيكون باودر سايبه وخفيفه، حتى التغطيه بتاعتها مش عاليه قوي. التغطيه بتاعت اللوز باودر ما بتبقاش، الكفر بتاعها مش بيكون عالي قوي. ممكن برده نجربه هنا. يعني مثلا هاخد كده حاجه خفيفه، وهاجي مثلا كده. شايفين؟ هي بتكون حاجه كده بسيطه وناعمه، يعني يا دوب هي ثبت بس ما تديش لون قوي. هي دلوقتي بديها لون خفيف،
فاهمين؟ الكفر بتاعها مش عالي قوي، ما يقارنش بالكومباكت مثلا. يعني لو انا هفكر اخد كومباكت جنبها لا، هيكون تقيل جدا عنها. فاللوس باودر بتكون خفيفه والكفر بتاعها بيكون مش قوي قوي. اما الكومباكت باودر بيكون الكفر بتاعها عالي، يعني هي بتغطي اللي تحتها، ليها لون، بتدي لون قوي شويه فبيغطي اللي تحت. تمام. طيب هنتكلم بقى مع بعض عن الحالات اللي ينفع استخدم فيها الكومباكت بالطريقه اللي هي بتاعت الاسبونج دي. انا ممكن مثلا يكون معايا حاله بشره هي البشره ممكن يكون فيها عيوب بسيطه، والكفر بتاع الفاونديشن بتاعي مش مغطي قوي، يعني مش مداري لي قوي الديفول اللي فيها. فممكن في الحاله دي اثبت بالكومباكت كده. انا بستخدم كده، فهثبت كده بالكومباكت عادي، فهدي كفر عالي مع الفاونديشن بتاعي، عشان الفاونديشن بتاعي الكفر بتاعه مش عالي قوي. فاهمين النقطه دي؟ يعني دلوقتي لو انا البشره عندي فيها مشكله او فيها ديفول بسيط، مش حفره، عشان بس نكون فاهمين، مش حفره ولا نغص في البشره، مثلا عندي لون في البشره مش يعني باين ديفو فيه، نقطه غامقه فيه اثر حبايه في حاجه، بس لون بس مش بروز. في الحاله دي والكفر بتاع الفاونديشن بتاعي مش عالي قوي ومش بيداريه، فممكن احاول استعين بالكومباكت اداري بيها الديفو ده، مش بطريقه كاتلي. زي ما قلت لو الفاونديشن الكفر بتاعه خفيف فدي هتغطي معايا زي ما عملت كده، شايفين كده؟ هتدي معايا كفر عالي للفاونديشن بتاعي وهتداري لي الديفو بتاعي. تمام. طيب لو انا ما عنديش خالص لوس باودر ومضطره دلوقتي ان انا اثبت للعروسه او اثبت للكلاينت اللي معايا ايا كان هي ايه، وما عنديش لوس باودر، فهستخدم زي ما قلنا ومش عايزه كفر برده عالي قوي، فهستخدم يعني عايزه الميك اب او اللوك بتاعي يطلع بشكل خفيف ورايق ومش مكتل ومش اوفر قوي، فهستخدم البراش كده واثبت بس كده. شايفين؟ ادتني كده التثبيت الناعم اللي انا عايزاه. خلاص. طيب هوريكم بقى بالجنب التاني كده، يعني تحت العين هنا بده. شايفين دي؟ شايفين الفرق؟ واضح معايا ده؟ كده انا كده خدت الكفر هنا عالي قوي. فاهمين؟ هنا الكفر بقى عالي قوي عشان انا استخدمت الاسبونج، لكن لما استخدمت هنا البراش ادتني الشكل اللي انا عايزاه بطريقه ناعمه وفلترت وشي. خلاص. هنا بقى طبعا عشان خلاص يعني اظبط ده هكمله كده. انا مش حاطه ميك اب اصلا، بس يعني انا بوريكم كده عليه. اعتقد ببين هنا قوي الفرق ما بين التثبيت هنا وهنا. شايفين هنا وهنا؟ هنا بقى ناعم قوي وبسيط وسيمبل ومش باين تقيل قوي التثبيت، يعني ان هو انا اخدت الافاده اللي انا عايزاها منه، ان هو انا اثبت بس الميك اب قصدي لمعه الفاونديشن، مش اكتر من كده وعشان ما يتحركش مني. طيب هنقول بقى التثبيت باللوس باودر بسيط جدا. باخد على البراش بتاعتي حاجه خفيفه كده، شايفين كده؟ واثبت بيها في الاماكن اللي انا عايزه اثبتها. شايفين؟ بيكون تثبيت ناعم قوي، مبين اللوك رايق جدا، مبين الدنيا لايت وخفيفه قوي، مش باينه مش تقيله خالص وما فيهاش اي اوفر وما فيهاش تكتل في البشره. اما بقى في الانواع احب ارشح لكم في اللوس باودر، ارشح هدى بيوتي، كمان ارشح كيولان، لورا مارسي برضو، كمان ماك. اللوس باودر دول حلوين جدا. في الكومباكت في ماك وفي سيبال وفي نوت برضو حلوين جدا، انا بحبهم قوي في شغلهم. بس دي في الانواع انواع مميزه وشغاله قوي معاكم برضو وكويسه جدا في الشغل. يا رب اكون فدتكم في الفيديو ده. حبيت بس ارد على البنوته الجميله اشرح لها الفرق بينهم. لو ليكوا اي استفسارات او ليكوا اسئله او عايزيني اوضح لكم اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات على الفيسبوك او على تيك توك او على الانستجرام او على القناه بتاعتي على اليوتيوب، وانا هرد عليكم بنفسي واشرح لكم اللي انتوا عايزينه. وما تنسوش لايك وشير كتير جدا للفيديو. يلا اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه. باي باي.